خلي بالكم يا جماعه ان اغلب السوشيال ميديا حراميه، اغلب الناس اللي هتخش لك خاص حراميه. لقيت ناس كتير على الفيس بتقول لي انا اعرف فلان ده ثقه، انا اعرف فلان ده ثقه وانا بتعامل معاه شخصيا. يا باشا انا اصلا ما اعرفكش عشان تقول لي انا بتعامل معاه شخصيا. هو انت ابن خالي يا ابني؟ هو انت داخل بقلب جامد تحسسني ان انت محل ثقه وانا اصلا ما اعرفكش؟ انا اول مره اشوفك واول مره تبعت لي رساله اصلا. انت يعني ايه؟ ما تقلقش، ده ثقه. ثقه من مين يا حاج؟ طيب يا شباب، انا دلوقتي اتعرضت لاول محاوله سرقه علني في المانيا هنا. احنا اتسرقنا قبل كده، انا وواحد صاحبي اتسرقنا قبل كده، بس عرفنا نرجع الفلوس. كنا نايمين وصحينا لقينا البنك اللي احنا عاملين معاه اكونتات كله اتسرق، فاحنا كنا من ضمن الناس اللي اتسرقت. بس النهارده محاولة السرقة كانت مختلفة، لأن المحاولة جاياني عن طريق شركة دي اتش ال. والحقيقة شركة دي اتش ال ملهاش علاقة بالموضوع، بس ليها علاقة بالموضوع، فأنا هشرح لك الموضوع. دلوقتي أنا كل ما اشتري اوردر من أي مكان، علي اكسبريس أو من أي شركة، والشحن يجيلي عن طريق شركة دي اتش ال، فالباكت بتاعي بدل ما بيوصلني على البيت بيوصلني على أبعد فروع المدينة عندي. أنا مثلا بحتاج أمشي 45 دقيقة علشان أوصل للفرع اللي أنا هستلم منه الباكت. حتى لو الباكت كله قد كده فأنا بضطر إن أنا أمشي كتير. فدي مشكلة كبيرة جدا بتواجهني مع شركة دي اتش ال. المهم الموضوع ده مطول، وتواصلت مع الشركة قبل كده فيما معناه قالت لي معلش، ولا عبرتني. لحد النهارده مثلا انا كان جالي ايميل ان الباكت اللي انا طالبه من علي اكسبريس هيجي يوم الجمعة. فتمام خلاص، بعدها بساعة بالظبط قال لي الباكت موجود في الفرع، روح خده. وفشل التوصيل. توصيل ايه حضرتك؟ انت قلت ان الباكت لسه هيجي يوم الجمعة والنهارده التلات لسه. المهم، فخلاص تمام ماشي. قمت انا داخل ايه على صفحه دي اتش ال على الفيسبوك، وقمت عامل لهم كومنت باللي حصل، لانهم قافلين الرسايل. فالمهم بعت لهم كومنت باللي حصل في كذا بوست. لقيت حد دخل كلمني من كاستمر سيرفيس، فدخلت رديت عليه. فلقيته بيقول لي هات لنا رقم الواتس بتاعك عشان نتواصل معاك. فتمام ماشي، كلمني، لقيته بيرن على الواتساب. وبصراحه دي اول مره حد من شركه عموما يرن عليا على الواتساب. فاللي هو انا استغربت. تمام، بس خلاص رديت يعني عادي. فمبدئيا لقيت الرقم مكتوب ان هو رقم من انجلترا. تمام، 0044، فالمفروض ان ده رقم من انجلترا. واحنا الرقم بتاعنا هنا 0049 اللي هو رقم المانيا. فالرقم مش تبعنا اصلا. بس قلت تمام ماشي، يمكن مثلا الفرع الاساسي في انجلترا. انا ما اعرفش اصلا الفرع الاساسي بتاع دي اتش ال ده فين. المهم، فرديت عليه بتكلم معاه، فبيقول لي احكي لي مشكلتك. فحكيت له المشكله بكل بساطه عادي. لقيت فجاه لقيته بيقول لي ايه، حط لي اسمك والايميل بتاعك وعنوانك. فتمام، حطيت له البيانات بتاعتي عشان الايميل اللي انا مسجل عليه في دي اتش ال. فخلاص ده خدمه عملاء وبتسالني عن بيانات الاسم بتاعي، ده شيء معروف عادي. والجيميل اللي انا بتكلم منهم مع الشركه، او اللي انا عامل بيه اكونت اصلا مع دي اتش ال. والايميل والعنوان اللي المفروض بيجيبوا لي عليه منتجات. مفيش حاجه مريبه يعني في الموضوع. ورقم التليفون ده لو رنوا عليا هو اوريدي معاهم خلاص على الواتساب. فالمهم بقى ايه، لقيت انا جالي ايميل فجاه كده من بنك اسمه، ثواني انا هفتحه لكم عشان انا يعني ايه. البنك اسمه ريميتلي. ريميتلي، انا هسيب لك صوره البنك. فالمهم البنك ده جالي منه اشعار ان ايه، شكرا لتعاونك ومش عارف حاجه كده، كأن انا عملت اكونت وانا ما عملتش حاجه. فالمهم ما خلاص، انا دلوقتي عندي مشكله مع دي اتش ال، فما ركزتش ان انا في حاجه جايه لي اصلا غير دي اتش ال. بعدها بشويه لقيت الراجل بيسالني تاني عن المشكله بتاعتي مع دي اتش ال. فحكيتها له تاني. فقال لي خلاص تمام ماشي، احنا هنتواصل مع الخدمه ومع العملاء ومع البتنجان وبتاع، وهنظبط لك الدنيا. تمام ماشي. فلقيته بيقول لي هو انت جالك ايميل من شويه؟ قلت له اه. فانا خدت بالي ان الايميل اللي جاي لي مكتوب عليه ريميتلي ده، مكتوب تحته انك تحول فلوس من بلد لبلد بكل سهولة، زي تطبيق تاب تاب سند والحاجات دي. فالمهم انا خلاص تمام ماشي، انا مش فاهم ده ايه اصلا ومش مهتم بالموضوع ده، ومعرفش مين اللي عمل لي اكونت. بس لقيته بقى بيسألني عن الموضوع ده، فقلت له تمام انت عاوز ايه بقى؟ فبقول لي ممكن تتابع معايا الخطوات، ده التطبيق اللي هنرجع لك بيه المنتج بتاعك لحد البيت وهنعمل لك اعادة توصيل ليه. فقال لي بس اضغط على جيت ستارتد. فضغطت على جيت ستارتد ودخلت معاه في البيانات. لقيته بيقول لي حط اسمك وتاريخ ميلادك ومش عارف ايه. تمام، كاني بعمل اكونت في بنك او في اي تطبيق عموما. المهم مشيت معاه في الخطوات لحد ما لقيته بيقول لي الخطوه اللي عليها الدور حط بيانات الفيزا بتاعتك. فبقول له معلش ثواني، هو انا دلوقتي
انا عندي مشكله في الشحن. فلو انا مثلا حد فينا هيدفع للتاني، فالمفروض انتوا اللي تدفعوا لي، لان انا اللي مضرور منكم. انما انا هحط لك بيانات الفيزا بتاعتي ليه اصلا؟ فلقيته بيقول لي ما عشان احنا هنعمل لك تاكيد ومش عارف ايه، وهنرجع لك الفلوس، ومش انت اللي هتدفع الفلوس، ده البنك اللي هيدفعها لك. قلت له بنك ايه يا حضرتك؟ دلوقتي انا مشكلتي مع الشحن. وانا المشكله بقى وانا بتكلم معاه، هو بيتكلم انجليزي تمام، بس مش بيتكلم انجليزي بتاعنا اللي احنا اتعلمناه بقى في ابتدائي واعدادي وثانوي والكلام ده، اللي هو بتاعنا، اللي هو يا انجليزي بريطاني يا انجليزي امريكي من الافلام والمصارعه والحاجات دي. ما بيتكلمش الانجليزي ده. هو بيتكلم انجليزي بس اللهجه بتاعته باينه قوي ان هو مش امريكي ومش بريطاني، والرقم ده بريطاني. فازاي انت بتتكلم بلهجه مش بريطاني؟ فقلت خلاص عادي، كاستمر سيرفيس وممكن يبقى من اي دوله عادي يعني. كاستمر سيرفيس في اي دوله ممكن تلاقيه مصري اصلا، فعادي. المهم، فقلت له بص يا باشا، انا دلوقتي عندي مشكله في دي اتش ال، يا هتبعت لي المنتج يا اما هروح اجيبه من ابعد فرع في المدينه، ما انا رحت 20 مره قبل كده، انا ما توجعش دماغي. فلقيته بيقول لي ايه يعني انت مش هتحط بيانات حسابك البنكي؟ قلت له لا مش هحط حاجه. قام قافل الخط. قلت له تمام قشطه، حلو قوي الكلام ده، خلاص الموضوع اتقفل. لا ما اتقفلش. فانا ببص لقيت جالي اشعار بيقول لي ان احنا في انتظار تاكيد ان انت هتدفع 100، هتحول 100 يورو لرقم او لعمله اسمها كي اس اتش. انا لما سرشت على كي اس اتش دي لقيت انها عمله كينيا، الشيلين الكيني او حاجه، او حاجه هي كينيا يعني. المهم دخلت يا عم الحاج، ببص على الاوردر لقيت ان هو عمل لي اوردر من جوه الابلكيشن اللي انا اوريدي ما ضفتلوش اي حساب بنكي، ولقيته عمل لي اوردر بتحويل 100 يورو مني وانا ما حطيتش حساب البنكي. 100 يورو مني له. فبشوف 100 يورو مني ازاي وانا ما ضفتش حساب البنكي؟ اتاري الباشا احنا عندنا بنك هنا اسمه كلارنا. البنك ده المفروض لو انت جيت تشتري حاجه وجيت تقسطها، بتقسطها عن طريق كلارنا، بس لازم هو يوافق ان هو يدفع لك الفلوس دي. فالمهم احنا كناس بتدرس هنا في المانيا مالكوش ان انتوا تقسطوا الكلام ده عن طريق بنك كلارنا. فلما شفت كلمة كلارنا استغربت، هو انت هتاخد قرض باسمي عشان تحوله لنفسك وبعد كده انا البسه يعني ولا ايه؟ عارف انت الموضوع داخل في دوامة واحد. عارف انا لولا ان انا فاهم اللي بيحصل قدامي، انا كان زمان اتنصب عليا جامد. فانا جاي اقول لك اللي بيحصل عشان تخلي بالك، لانه ممكن يحصل معاك بكرة، فخلي بالك. المهم، بعدها يا باشا دخلت قمت انا عامل ايه، كانسل للاوردر اللي هو عامله. فقام جاي لي ايميل تاني ان هو عمل اوردر تاني. فقمت داخل مكنسل الاوردر، وقمت داخل حذف الاكونت بتاعي خالص من على ريميتلي ده. ففضل يرن عليا على الواتس، فانا مش عارف انت بترن على ايه، ده انا شويه وهطلع بيك على الشرطه اصلا. وقمت ايه، قمت انا مكنسل عليه، وقمت حذف كل الرسائل بيني وبينه اللي كان فيها اسمي والجيميل بتاعي والعنوان بتاعي، حذفتهم عشان ما يعرفش يعمل اكونت تاني. وفي نفس الوقت قمت داخل لشات الفيس اللي هو كلموني من عليه اصلا الكاستمر سيرفيس دول. اكتشفت ان ده مش كاستمر سيرفيس، وان ده اكونت شخص عادي ملوش علاقه بتي اتش ال اساسا، وان ده شخص جايبني من الكومنتات، من الكومنت اللي انا اشتكيت فيه الشركه. انت عارف هو دخل جابك من مشكله، انت داخل بتشتكي للشركه ان في مشكله عندك، هو دخل جابك من المشكله وداخلك من سكه احنا هنحل لك واحنا هنعمل لك واحنا مش عارف. عارف انت الجو ده؟ الجو ده طبعا منتشر حاليا في العالم كله. عشان بس اعرفك ان النصب مش موجود بس في مصر، النصب موجود في الدنيا كلها، وموجود في المانيا هنا. ودي مش اول مره يتنصب علينا هنا في البلد، او حد اتعرض للنصب. في ناس مصريين اتنصب عليهم من الالمان نفسهم. انا مش هقول لك بقى رقم امريكي ورقم انجليزي، من الالمان نفسهم تمام. ولو شافوا الفيديو ده هيعرفوا ان الكلام موجه ليهم. فخلي بالك ان انت ايه، تركز انت بتحط فلوسك فين، واوعى تدي حسابك البنكي لاي مخلوق. وانا لولا ان انا فاهم هو بيعمل ايه، هو طبعا ما توقعش ان انا ممكن اكون فاهم في الالكترونيات والحاجات دي، فان انا هحل لك المشكله او هنهي المشكله خالص بان انا هقوم قافل الاكونت وعامل له كلوز وشكرا ديليت. لا مفيش اكونت اصلا عشان تحول منه فلوس، فاهمني؟ فواحد تاني كان ممكن يشيلها، يعني كان ممكن يشيلها. انا لقيته بيحول مره 100 يورو، وبعدها المحاوله التانيه 100 يورو برضه. وبعد كده لما انا قفلت الاكونت خالص ما جاليش اي اشعار، وبعت له على الفيس، قمت بعت له صوره الشات بتاعنا، وبعت له اللي هي بعت له صوره، قصدي الرقم بتاعه على الواتساب. وقمت قلت له ان انا هبلغ عنك الشرطه، ما ردش عليا على الفيسبوك. فانا دلوقتي حبيت اقول لكم الفيديو ده، وحبيت اقول لكم كل واحد يخلي باله من نفسه، وكل واحد يخلي باله لو هو دخل حد كلمه او حد بعت له اي رساله. لما انا دخلت في الرسائل لقيت جاي لي ان ده رقم التاكيد بتاعك من كلارنا، لازم تمليه له. تخيل هو كان بجح لدرجه ان هو كان بيرن عليا تقريبا عشان املي له الكود بتاع كلارنا ده. فاما دخلت لقيت ان انا اصلا جاي لي 500 رساله،
ولا اكتر من مثلا 10 رسايل من كلارنا ده، كود تاكيد كود تاكيد كود تاكيد، وانا اصلا ما فتحتش كلارنا ده قبل كده. ف حابب اقول لكم ايه، خلي بالكم من نفسكم يا جماعه، وخلي بالكم ان احنا متغربين بس نصابين في كل حته، تمام؟ مش معنى ان انت في المانيا او في امريكا او في انجلترا او في فرنسا او في اي دوله انت فاكر انها دوله كبيره وهتقابل فيها ناس محترمين، انك مش هتقابل ناس مش محترمين. المش محترمين والنصابين موجودين في كل مكان. فانا حبيت احكي تجربتي، وان الحمد لله ربنا سترها، وان انا لحقت الم الدنيا قبل ما البس في 100 ولا 200 يورو. بس ايه، حبيت اعرفك عشان ما تلبسش فيها انت لو انت ما تعرفش اي حاجه في الموضوع ده. وخلي بالك من نفسك، والفيزا بتاعتك ما تديهاش لحد، حسابك البنكي ما تديهوش لحد، لا ايبان ولا اي حاجه تديها لحد. خصوصا ان انت لو دخلت في رقم وقال لك بقى اكتب لي بيانات الكارت، بيانات الكارت دي مصيبه. لو طلب منك اللي هو السي في سي بتاعك اللي بقى في ظهر الكارت ده، خلاص شكرا كده انت هتتسرق وش. بقول لك احنا كنا نايمين وصحينا لقينا الحساب البنكي بتاعنا مسروق منه. انا كان مسروق مني 200 يورو، واحد صاحبي كان مسروق منه 80 يورو، واحنا نايمين، احنا ما كناش موجودين اصلا ساعتها. والحساب البنكي مش مع حد، انت فاهم؟ الحساب البنكي مش مع حد. ولما كلمنا البنك لقينا ان دي مشكله عامه، وان اصلا اغلب البنك اتسرق، وقام البنك مرجع لنا فلوسنا تاني. فالنصب كتير، والنصب موجود بوفره في كل حته. الفيديو ده سريع كده، ايه، ملوش علاقه بالتكنولوجيا، ملوش علاقه باي حاجه. دي مشكله شخصيه حبيت احذركم منها. اي حد في المانيا، اي حد على السوشيال ميديا، اي حد يكلمك من اي مصيبه في الكوكب، ولد بقى بنت، الحراميه في كل حته. اي حد يبعت لك لينكات ويقول لك خش هنا كلمني هبعت لك حاجه مش عارف ايه، ما تدوسوش على اي لينكات يا جماعه. ومش اي حد يقول لك تعال لي خاص تروح له. مش اي حد يقول لك انا مشترك مع فلان عن ثقه اشترك معاه. انا مثلا حاولت ان انا اشترك على ادوبي بريمير الفتره اللي فاتت، لقيت ناس كتير على الفيس بتقول لي انا اعرف فلان ده ثقه، انا اعرف فلان ده ثقه، وانا بتعامل معاه شخصيا. يا باشا انا اصلا ما اعرفكش عشان تقول لي انا بتعامل معاه شخصيا. هو انت ابن خالي يا ابني؟ هو انت داخل بقلب جامد تحسسني ان انت محل ثقه وانا اصلا ما اعرفكش؟ انا اول مره اشوفك واول مره تبعت لي رساله اصلا. انت يعني ايه؟ ما تقلقش، ده ثقه. ثقه من مين يا حاج؟ فخلي بالكم يا جماعه ان اغلب السوشيال ميديا حراميه. اغلب الناس اللي هتخش لك خاص حراميه وش كده، تمام؟ الاكونت لو دخلت ما فلتوش واحد واحد كده ولو ما تعاملتش مع البني ادم في وشه كده، اعرف ان هو بنسبه 90% فهو حرامي. بس اللهم بلغت. لو في اي حاجه حصلت لك انا مش مسؤول، انا اخليت مسؤوليتي. خلي بالك من نفسك يا صاحبي. اي رساله تجيلك انا مش مسؤول عنها، انا ماليش دعوه. والرساله ديت والفيديو ده دليل على اي حاجه هتحصل الفتره الجايه. لو بنك كلارنا كلمني هبعت له الفيديو ده واقول له يا باشا انا بره عني السيناريوهات بتاعتك دي، انا حصل معايا موقف كذا كذا، والفيديو على اليوتيوب ادخل اتفرج عليه. تترجمه بقى انجليزي، تترجمه هولندي، تترجمه الماني، انا ماليش فيه. قصه قدامك اهي، والناس شاهده على كل حاجه. الله اعلم الفيديو ده هيجيب كام مشاهده. فيا ريت بقى تعمل لايك وتشيره لاي حد صاحبك مسافر او مش مسافر، شيره على قد ما تقدر. وسع انتشار الفيديو ده على قد ما تقدر، لان في مصيبه ممكن تحصل لاي واحد عزيز عليك وهو مش واخد باله. بس كده، سلام.